وانا هتجوزها يعني هتجوزها، حتى لو انت واخواتي معرضين. سامعه والله يا امي؟ ما تنفعكش يا ولد، اسمع كلام امك، انا خايفه عليك. دي حياتي وانا اللي هعيشها مش انتوا. لا حياتك مش حر فيه، لازم تشاور امك وتشاور اخواتك. وبعدين انتوا كلكم محبكينها ليه؟ ما تسيبوه ياخدها، ما كل الناس هتاخد من بعضيها. وبعدين يا هيثم انت غلطان، انت لو ديت اتكلمت بالراحه كنا قلنا لك خدها. ولو خدتها يا ولدي ما تدخلش عليا البيت وانسى اني ليك ام. قولي لي يا امي ليه بس واقفه في طريقي؟ وانا هعمل حاجه غلط؟ هتجوزها على سنه الله ورسوله. وبعدين يعني دي حياتي وانا اللي هعيشها مش انتوا. ولا كل شويه واقفيني في الطريق زي اللقمه في الزور. ومالي بيت ناس كويسه ومحترمه ومن بيت اصيل. ياد مش من توبنا والناس هتضحك علينا ياد. وتضحك علينا ليه الناس؟ وهو رأي الناس هيفيدني بإيه؟ اسمع يا ولد أبوي، لو أنتم عارضين فأنا هعيش لوحدي وأتجوز مع حالي، ما دام أنتم خايفين من كلام الناس. وبعدين زي ما قلت لك يا أماي، دي إنسانة أصيلة وكويسة. مين اللي جو قال لك إن هي فيها وفيه؟ كلام الناس، كلام الناس اللي هتسمعوه. ومن متى كلام الناس ده كان يفيد؟ ما هي الناس كده، بس مش كل، في ناس صالحة وفي ناس مش صالحة. في ناس هتقول الكلمة الزاني في غياب حد أو حضوره وهتشكر فيه. وفي ناس لما تكون رايدة الخراب للبيت اللي قدامهم هيقعدوا يقولوا كلام كتير ملوش عازي، ويقولوا ده فيه وفيه عشان يوقفوا الحال، عشان يوقفوا الحال. اسمع يا اماي، القرار اللي انا واخده في دماغي ده مش هتراجع منه. وانا شاري وهي شاري، انا ماليش دعوه بكلام الناس. كلام الناس ولا هيقدم ولا هيأخر، كلام الناس ولا هيقدم ولا هيأخر. انا عشت حياتي كلها نستنى اللحظه دي، اللحظه ان انا هاخد فيها اللي انا بحبه واللي انا شاريها بجد وعايزها تعيش معاي، الانسانه اللي تخاف علي وتقدرني وتصوني في غيابي او حضوري. لكن اراء الناس مع احترامي ليكي ما يهمنيش. هات القرار من مخك، انسى ان ليك اخوات ويلا من بيتنا.